السلام عليكم ورحمة الله لكل المشاهدين الكرام. راح نقدم لكم بالأرقام توقع سعر الأورو والدولار من 24 25 مارس 2023 إلى غاية 7 أفريل 2023. توقعات شهر رمضان 2023 بالكامل، وأسباب تراجع سعر الأورو في الأسبوع الماضي، أسباب ارتفاع سعر الأورو 23 و 24 مارس 2023. ادعمونا بلايك واشتراك حتى يوصلكم كل جديد. أفيدونا برأيكم وتوقعاتكم في التعليقات. نبدأ بأهم المؤشرات في السوق الموازي اللي هي العرض والطلب اللي نبنيو عليها التوقعات، ونحن لا نعلم الغيب لكن نضع توقعات حسب المعطيات الواردة، ويبقى العلم لله وحده. بالنسبة للعرض والطلب في الأسبوع الماضي كان هناك عرض زائد للأورو، خاصة من المغتربين اللي دخلوا للجزائر. يعني هؤلاء المغتربين دخلوا للبلاد وجابوا معهم مبالغ من الأورو، يعني اللي حولوها قبل شهر رمضان في الأسبوع الأخير قبل رمضان للسوق الموازي. أدى إلى تراجع سعر الأورو إلى غاية 2 ملايين و160 في بعض الولايات، وعاود طلع إلى غاية 2 ملايين و210 في آخر يومين. وكان هناك عرض زائد أيضا من الأورو من طرف المتقاعدين من 15 إلى غاية 22 مارس. وهذا الأورو اللي دخل السوق الموازي أدى إلى تراجع سعر الأورو أمام الطلب المتواضع في هذه الأيام الأخيرة، خاصة يعني استيراد السيارات المستعملة. تراجع الطلب على الأورو من طرف هذه التجارة بعد ما دخلوا بعض السيارات الجديدة إلى الجزائر مثل فيات. وبالإضافة إلى يعني الطلب على الأورو كان متواضع نوعا ما من التجار، لكن من المتوقع يرتفع الطلب في نهاية شهر رمضان بإذن الله. بالنسبة للطلبات الأخرى الأورو كانت من أصحاب الأموال اللي حولوا الدينار إلى الأورو والدولار الأمريكي، العملة الصعبة بصفة عامة. بالإضافة إلى يعني العمرة، الوكالات السياحية اللي نوعا ما تراجع الطلب على الأورو بعد ما شراو مبالغ كبيرة، وحاليا يعني راحوا للعمرة في بداية رمضان، لهذا تراجع الطلب أمام العرض الزائد. أما بالنسبة للأورو، العرض الزائد تراجع في آخر يومين أدى إلى ارتفاع سعر الأورو. وبالنسبة للمعطيات الأخرى في السوق الرسمية، بالنسبة للدولار الأمريكي يعني قيمته نقصت نوعا ما، وصل إلى يعني 100 أورو تساوي 109، وبعدها تراجع إلى 107 حاليا. يعني 1 يورو يساوي 1.07، وأدى يعني تراجعه حتى إلى 1.09، إلى تراجع سعر الدولار الأمريكي في السوق الموازي إلى 2 ملايين و40، وحاليا في 2 ملايين و60 حتى ل70. أما بالنسبة لليورو في السوق الرسمية في البنك كان ارتفاع، وصل 100 أورو إلى غاية 1,475 يوم الأمس. أما اليوم تراجع إلى 1,463 لل100 يورو في البنك. وأما بالنسبة لي يعني الأورو، هل سيرتفع مثل ما ارتفع في آخر يومين، يوم 24 اليوم ويوم 23؟ هل سيواصل ارتفاعه؟ هذا راح نجاوبكم وبالأرقام إلى أي مدى ممكن يلحق سعر الأورو والدولار الأمريكي. حاليا الدولار الأمريكي في 2.60، أما البيع 2.85، والمبالغ الكبيرة تقدر تبيعها ب2.70، يعني 2 ملايين و70 ل100 دولار أمريكي. من المتوقع في الأسبوع الأول من شهر أفريل، يعني تقريبا في هذا الشهر راح يتزايد الطلب على الأورو والدولار الأمريكي، ولهذا نتوقع أن الدولار الأمريكي مع نهاية شهر رمضان ويعني في الأسبوع الأول من شهر أفريل راح يوصل 2 ملايين و100 حتى 2 ملايين و120. أما البيع ممكن يوصل إلى 2 ملايين و150. بالنسبة للأورو من المتوقع يرتفع سعره مع زيادة الطلب عليه، و
وفي الأيام القادمة مع يعني إلى غاية نهاية شهر رمضان راح يزيد الطلب عليه، ولهذا من المتوقع يرتفع، يوصل إلى غاية يعني يرتفع بحوالي 30 حتى 40 ألف، ممكن يوصل إلى غاية 2,250,000 في الشراء، أما البيع 2,270,000 والله أعلم.